بقول لك ايه يا ابو فهد، ما تروح الساحل. ابو فهد، امم روح الساحل. ده اللي الساحل. انا بنزل المدينه عندنا هنا بصلي صلاه استخاره، تقولي روح الساحل؟ ده اقل حاجه كام يعني فلوس؟ طبيعي هتخلصي ضحك متى؟ يعني مثلا اليوم مثلا عليك ممكن يبقى ب20 مثلا ألف 30 ألف يعني اليوم. لا بسيط، 20,000 بسيط. ده انا بخش جمعيه 40 شهر. 20,000 اليوم. ليه ان شاء الله؟ نقعد احنا ننتظر الجنه ان شاء الله. ننتظر 20,000 ننتظر الجنة نتبسط فيها. مش رايقه ليه ب 20,000؟ يعني ايه فيها؟ ايه اليوم فيها؟ ها؟ تجيب ايه في اليوم اللي ب أكل. 20,000 ده؟ 86 ساعه مثلا اليوم بتاعه. ازازة المية الصغيرة هناك ب200 جنيه. قدست ايه؟ المية. اه، بلاش بعبيها من البيت جوا. قداسة المية ب 200 جنيه. ليه ان شاء الله؟ هشربها وارجع 15 سنه. دي ناس فاضيه يا عم الحاج، ولا ناس فاضيه. قداسة المية اما الاكل بكام؟ لا ما تسألش يا ابو فهد حوار الأكل ده. اه. يعني اطلع، يعني شوف بقى، عايز تاكل مثلا ايه؟ يعني هتصرف لك بتاع 10 مثلا، 10 تلاف مثلا. في العشاء. عشاء عشان العشاء. سليم، لو حاجة خليها في المعرض أحسن، عشان المعرض بتاعنا لا حول ولا قوة. تسلم. امم ربنا يزيدك يا رب. آم، طيب، لو ابنك في يوم من الأيام جه قال لك بابا أنا رايح الساحل. في يوم من الايام إن شاء الله بروح الساحل. اكيد مش عايز تروح الساحل على اساس ان انا ادلك رحت سحبت لك الشيك وقلت لك يلا بينا نروح، ما كده كده مش هنروح يعني. الفلوس ده هنجيبها من فين كلها؟ الفلوس كلها هنجيبها من فين؟ والصحه يا ولد، ده بيقول لك ازازه الميه ب 200 جنيه. يا ماكله. 200 جنيه كده. أبا لما بيشتغل بيدوله 10 جنيه في انا الشهر. انا عارف قول لي. يا عيني على الصعبانيات. ازازه ميه ب 20؟ مين بيدفع الكلام ده؟ فضائيين أكيد. مين؟ فضائيين. مين ده؟ ناس. مين اللي مين؟ طب كمل عشان انا اشتري ازازه ميه، كمل. سليم دخله قال له كمل 10 هو ده من عندك ده؟ اه والله. هتلاقيه جاي من الساحل ده. طالما فيها ميه وفيها شاي والله العظيم ارزاق. ازازه ميه ب 200 جنيه. انت عارفه في الشغل ثمن صنايعيه بنتعرك مين يجيب علبه الجبنه ب 20 جنيه. يقول لك طب يعني هقول لك حاجة، ممكن تروح مكان تاني. هيدونا الميه ببلاش فيه ده ولا ايه يعني؟ لا. طب بقول لك ايه يا ابو فهد، تعرف ايه السان بلوك؟ ده بعمله على طول للجماعه اللي بيعلقوا تعليقات وحشه. بلوك كيف ما تقوليها بالعربي؟ كريم حماية للبشرة. ايوه ماله ده؟ بنحطه عشان ما نسمرش من الشمس. اه. بكام ده بقى؟ آم، بحدود كام؟ انت اللي جايبه اخر مرة يا سليم، تسلم ايدك. يعني لو الساحل بقى وعايز تجيب حاجة كويسة بقى، 150، 150 ايه، 1500. 1500 عشان ادهن حاجه من الحمايه. اه. ده انا ال 1500 ممكن اديها لنفرين يقعدوا واقفين جنبي يحموني من اي حاجه. وايه في يا عم الحاج؟ انتوا معانا في مصر، معانا يعني مصريين ولا ايه؟ وعشان ما نسمرش، عشان ما نتحرقش.
اه ما نتحرقش ولا يتحرق دمي. بس انت يا ابو فهد اسمراني، فاكيد الشمس يعني بتبقى عليك محتاج سان بلوك اغلى شويه، مثلا ممكن تجيب حاجه ب 3000 4000 حاجه كده. عشان ابيض يعني. شويه عشان ما تسمرش اكتر من كده. مش هنختلف يعني دولك، انا افرض اسمريت اكتر من كده هيغيروا الطاقه ويقولوا لي اعمل الطاقه في السودان عادي، مش قضيه يعني. وعلى فكره يعني السمار ده يعني ميزه في الشعب المصري. اكيد، بس يعني حمايه عشان ما تتحرقش. يا عم مش مشكله يعني، انا هجيبه وانت فاكره ان هو اللي بتقولي عليه ده ابو 3000 هيشتغل عندنا هنا في الاقصر في درجه الحراره دي مثلا؟ ما بتعملش حاجه يعني جماعه. تعمل ايه؟ ده احنا قاعدين في فرن مفتوح، انت ايه فيه؟ ده هنا الجو. نفتح الدبل يا حبايبي. اجيب لي علبتين شحن، اجيب علبتين شحن وادهن وشي على اساس ان انا ابيض. ده انا ممكن العلبه اللي اجيبها تسود. انت طيب.